أحبابي في الله، النهارده موضوعنا هو تفسير رؤية العقرب في المنام ومعناه. رؤية العقرب في المنام، هذه الرؤية بتحمل رسالة غامضة لمن يراها. تحمل رسالة غامضة رؤية العقرب في المنام لمن يراها. فمن أجل ذلك حبيت أقدم لكم هذا الموضوع عن الدلالات التي تحملها هذه الرؤية، ظهور العقرب في المنام، وخاصة عندما تظهر الرؤية للعزباء أو المتزوجة أو الحامل. فهنتكلم معاكم عن الرؤية بشتى تفاصيلها بأمر الله تعالى. رؤية العقرب في المنام للعزباء، هذه الرؤية لها أهمية كبيرة عند علماء تفسير الأحلام، ويعود هذا إلى أن ظهور عقرب في المنام ما هو إلا رسالة. ظهور العقرب في المنام رسالة، هذه الرسالة تحمل معنى كبير للبنت العزباء. وظهور العقرب في منام الفتاة العزباء رسالة لها، عليها أن هي تأخذ الحذر. فهناك أحلام متكررة للبنت العزباء بيظهر فيها العقرب، وهذه دلالة للعزباء على أن هناك إنسان منافق، هناك إنسان مخادع بيتودد لها، ولكنه يحمل في داخله أو في باطنه يكن لها شرا ويريد إيذائها بأي طريقة. فتاة العزباء اللي هي بترى العقرب في المنام تعلم جيدا أن هناك شاب بيتودد لها وهو يخادعها، يكن لها في باطنه أو في داخله الشر ويريد إيذائها بأي طريقة، ويعني عايز يدور على أي وسيلة أنه يضرها بها. عليها أن تكون على حذر عندما ترى هذه الرؤية، حيث أنه هذا الشاب في الواقع بيتكلم معها بحلو الحديث، كلام طيب، لكن في قرارة نفسه في داخله من وراء ظهرها يفعل كل ما يستطيع حتى يسيء لها ولسمعتها. وقد يكون هذا الشخص من أقاربها، قد يكون هذا الشخص من أقاربها، أقارب الفتاة، لكنها لا تدرك هذا. فعندما ترى الفتاة العزباء أن هناك عقرب تحت فراشها، فهذا معناه أن في حياة الفتاة أحد يكن لها حسد ونية سيئة، وأن هذا الشخص يتكلم في حقها بما ليس فيها بين الناس. وإذا رأت البنت العزباء أو الفتاة العزباء في منامها أنها تقوم بقتل العقرب، شافت في المنام إن هي بتقتل العقرب، فرأت هي بتقتل العقرب عشان خايفة منه أو بيمثل لها في الحلم مصدر الخوف أو الأذى، فدي دلالة على أنها سوف يكون للتعب بتاعها نهاية أو لحزنها نهاية، أو معناه أنها سوف تقوم بأمر قد انتظرته كثيرا، وهذا الأمر قد يخص العمل أو يخص الدراسة، وهذا ينطبق على كيفية طريقة قتلها للعقرب، فقد تقوم بحرقه أو دهسه أو إغراقه، يعني عدة طرق. تمام. وإذا رأت العزباء أن هناك عقرب يقوم بلدغها في المنام، شافت عقرب بيلدغها في المنام، فهذا معناه هناك عين حاسدة قد أصابتها، أو هناك من دبر لها سحرا، دبر لها سحر أو عين حاسدة قد أصابتها، مما جعلها تتأخر في عملها أو في حياتها بصفة عامة. وعليها أن تتحصن بآيات الله البينات، تستمع للرقية الشرعية وتحصن نفسها وتحافظ على صلاتها وأذكار الصباح والمساء لحمايتها من إيه؟ من العين ومن الحسد ومن السحر ومن كل ذلك. وإذا رأت البنت العزباء أن هناك عقرب، وهذا العقرب لونه أسود، والعقرب ده موجود في شنطة اليد بتاعتها أو موجود في الملابس، فهذه دلالة على التحذير الشديد ورسالة لهذه الفتاة لكي تتحكم فيما تنفقه. لو رأت العقرب في شنطتها أو على ملابسها والعقرب ده أسود، فعليها يعني تكون حريصة، لأن دي رسالة عليها إن هي إيه، الرسالة دي يعني رسالة لها لكي تتحكم في أموالها اللي هي بتنفقها، لأنها إن استمرت على الوضع اللي هي ماشية عليه فمن الممكن إن هي إيه
تخسر كل أموالها أو تتبدد كل أموالها، وبعد كده تحتاج إلى مال للإنفاق. وعندما ترى العزباء بأن هناك عقرب يمشي على ملابسها، فهذا يدل على إيه؟ دي إشارة تحذر هذه الفتاة، إشارة تحذير لها بأن تأخذ حذرها عند اتخاذ قرار من قراراتها. القرار ده في ارتباط، يعني سواء يرتبط بعمل أو يرتبط بمستقبل أو يرتبط بارتباط بشخص، فعليها أن تدرس القرار قبل ما تتسرع في أخذه، تدرس القرار جيدا. تمام؟ من كل النواحي. تمام؟ ده بالنسبة للعزباء. بالنسبة للمرأة الحامل لو رأت في منامها العقرب، فكل ما يخص رؤية العقرب في منام المرأة الحامل إشارة إيجابية. المرأة الحامل تختلف عن العزباء وتختلف عن المتزوجة، يعني طالما هي حامل كل ما يخص رؤية العقرب في منام المرأة الحامل إشارة إيجابية، بشرط إن لا يظهر لها عقرب أسود، ما يكونش لونه أسود العقرب اللي يظهر في منامه، وتبقى الرؤى كلها بتاعت المرأة الحامل طيبة. ليه؟ رؤية العقرب بيشير يعني في منام المرأة الحامل إلى يعني المولود سوف يكون ذكر بأمر الله تعالى، المولود سيكون ذكر، وأنها سوف تتمتع بصحة جيدة هي وجنينها بأمر الله تعالى. والمرأة المتزوجة إذا رأت في منامها عقرب، هذه الرؤية عندما ترى المرأة المتزوجة عقرب في منامها، دي إشارة مش كويسة. ليه؟ بتدل على وجود خلل في العلاقة الزوجية مع زوجها. عندما ترى عقرب في منامها المرأة المتزوجة دليل على وجود خلل في الحياة الزوجية، كما أنها الرؤية تدل على أنها بتعاني من سوء تصرفات لبعض الأقارب تجاهها، سوء تصرفات بعض الأقارب تجاهها، وأن هناك شخص متقرب أو شخص قريب منها يعلم أسرارها ولكنه يفشي تلك الأسرار. ورأت هذه الرؤية المرأة المتزوجة تعلم أن في شخص مقرب ليها، هذا الشخص بيعلم أسرارها وبيفشي الأسرار بتاعتها من خلف ظهرها، فعليه أن تكون على حذر. وهناك شخص بيكون يعني عندما ترى هذه الرؤية بتكون هناك شخص من الأصدقاء أو من الأقارب بيصيبها بالحسد وبيتكلم عنها بالسوء. تمام؟ وظهور العقرب الأسود في منام المتزوجة ليه دلالة خاصة بالمال. تمام؟ قد يكون خسارة في المال. وأيضا رؤية العقرب يعني الأسود ده دليل على وجود حسد، وجود سحر، فعلى كل من يرى هذه الرؤية بالتحصين والاستماع للرقية الشرعية، سواء كان سحر أو كان حسد أو عين، وعليه ليأخذ الحذر ممن يحيط به، لأن هذه الرؤية تدل على وجود بعض المخادعين اللي هم بيظهروا خلاف ما بيبطنوا، يعني بيظهروا الحلاوة وبيظهروا الود والمحبة، ولكن في الداخل بيختلف الأمر نهائيا، في حقد، في حسد، في غل، في بغضاء، في نميمة، في غيبة. فعليه الشخص اللي يرى سواء رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، مطلق أو مطلقة، أرمل أو أرملة، كله اللي يرى هذه الرؤية عليه ان هو يكون على حذر ممن يحيط به، لأن هناك من يدبر له بعض المكائد. وهذا ما أردت أن أبينه لكم في هذه الحلقة. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.